والآن بعد قليل سيعطي نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للدرجات كلمة ترحيبية بهذه المناسبة. والصحراء المغربية الغالية كما تخلد للطواف ولمحطة البيت بعد ساغنا عبر بعض المعالم التي تشتهر بها المدينة. جد سعداء أنه اليوم احنا بيناتكم، وكنتمنى لكم النجاح، وكنتمنى للمتسابقين إن شاء الله المزيد من العطاء. وشكرا. قدموا هذه الباقة ورد للسن الجاري نظرا للعطاء الكبير وتاريخه الرياضي الحافل. تتواصل هنا وسط مدينة قلعة سرغنة. على الصعيد العالمي، وعدسات الكاميرا والصحفيين الوطنيين والمحليين وكل الحضور الكريم. مرحبا بنا في مدينة قلعة سرغنة الجميلة، قلعة سرغنة المضيفة، وهي تعطي الانطلاقة للمرحلة الخامسة من طواف المغرب للدراجات، والفاصلة ما بين مدينة قلعة سرغنة ومدينة خريبكة. نحن نشكر هذه الجماهير الغفيرة التي حجت إلى هذه الساحة العظيمة لتوديع قافلة المتسابقين وهي تغادر هذه المدينة. ومعلوم أن طواف المغرب للدراجات لهذه السنة ينظم تحت رعاية سامية لقائد الأمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. مرحلة اليوم يشارك فيها 97 متسابق يمثلون القارات الخمس الموجودة، وبهذا فإن بلاد السلم والسلام والتحدي حول المملكة المغربية فهي تستقبل اليوم أحسن المتسابقين، من بينهم محترفون جاءوا ليستعدوا إلى طواف فرنسا. وهناك المنتخب الوطني المغربي الذي استطاع أن يؤهل 4 عناصر إلى الألعاب الأولمبية بباريس، ومنهم على الطريق وكذلك السرعة وكذلك السيد عامل إقليم قلعة سرغنة يستعد في هذه اللحظة ليعطي انطلاقة المرحلة الخامسة من طواف المغرب للدراجات، والتي تنطلق تحت رعاية السامية لقائد الأمة المغربية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. شكرا للسيد العامل، شكرا للسلطات المحلية والعسكرية، شكرا لوحدة الأمن الوطني وكذلك الوقاية المدنية والقوات المساعدة. إذا قبل إعطاء انطلاقة السباق الله يخليكم إعلام تحت شعار الخالد الله الوطن الملك نبقى. ينظم تحت رعاية السامية لقائد الأمة. فشكرا سيدي العامل المحترم على على بركة الله. شكرا لمدينة قلعة سرغنة،
شكرا 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 شكرا. جيش